هذه الجزائر 1,000,000 شهيد، ويقال 2,000,000 شهيد. أنا قريت بعض الدراسات بتصحح الأرقام، بل البعض يقول أكثر من 2,000,000 شهيد. طيب لو لم تقدم الجزائر، شعب الجزائر، 1,000,000 شهيد أو 2,000,000 شهيد، هل كان يمكن الجزائر أن تتحرر؟ لكانت الجزائر اليوم ما زالت تحت العبودية والاستعمار والاستبداد والاحتلال، ولا أقيم متاحف في العواصم الغربية من جماجم الجزائريين والجزائريات. يعني الرد الإيراني يكون بالشكل الذي لا تتوسع فيه الحرب، لأن إيران لا تريد توسيع نطاق الحرب ولا تريد أن تحقق الأهداف والنوايا التي يريدها نتنياهو. نتنياهو يريد حرب، يريد استدراج إيران، هذه هي القراءة الإيرانية، يريد استدراج إيران، واستدراج إيران بقوة. يريد إيران مجنونة، ولا يريد إيران متعقلة، ولا يريدها أن تكون معتدلة، يريدها أن تكون مجنونة، أن تهاجم حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تساعد إسرائيل وتكون طرفا مباشرا لإيران، وبالتالي تكون هناك حرب مباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وهذا ما يريده نتنياهو منذ 7 أكتوبر. هو كان يريد تحقيق هذا الأمر. الآن بعد 9 أشهر لم يحقق شيء، أو لم يحقق أي من الأهداف التي أرادها أو أعلنها. عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي قطاع غزة لم تتحقق الأهداف التي أعلنها من قتل، يعني الصواريخ دي كمان ما عملتش نتيجة. طب اقول لك حاجه، انا عندي صاروخ. طب حضرتك بتكلمنا على، طب اقول لك حاجه بقى، ما هو الموضوع يا اما حقيقه يا اما وهم. حضرتك بتقول له حقيقه. اقول لك حاجه بقى، يعني عنده القوه وعنده القدره، يقدر يوصل ويضرب وياخد ويرد بقوه، وكان ممكن يعمل تدمير هائل في اسرائيل، مش كده؟ هقول لك معلومه بقى يمكن صح. ايوه طبعا، أنا راجل بسأل. 1000%. انما هو عمل ايه؟ ايه المعلومه؟ المعلومه بقى نص هذه الصواريخ طلعت بالراس فاضيه، ما فيهاش متفجرات. يعني ايه؟ في شنك تنزل على الارض، ده طوبه. ما انا هنقول ليه الهدف ايه؟ ما هو هدفه ما كانش عايز يعني يخلي اسرائيل تتصرف تصرف غبي. خلاص راس الصاروخ ما فيهاش متفجرات، ما فيش متفجرات، نزل طوبه. وعشان كده هو هاجم ايه؟ انت فاهم؟ اتفضل يا فندم. فعشان كده انت سالت سؤال، الحرب دي نسميها ايه؟ ملهاش تسميه. شوف انا دارس في انجلترا ودارس في امريكا ودارس في ومصر طبعا، عمرنا ما شفنا حاجه زي كده. شوف الصوره الثانيه. نعم. قامت الضربه بين ايران. عدت على ايه يا احمد؟ ايوه. عدت على العراق. نعم. وعلى سوريا وعلى الاردن. نعم. خلاص. الضربه وهي معديه، اختراق مجالات الجو للدول الثلاثه العربيه. مش عايزين نعيب في حد دول عربيه ولا حاجه، خلينا بعيد في الموضوع. انما انا عايز اقول ايه؟ ان الدول دي كان فيها قواعد امريكيه. نعم. استلمت الطيارات دي من لحظه خروجها من ايران لحد ما وصلت الى اسرائيل. توقعها. كانت النتيجه ان ما فيش ولا مسيره نزلت اسرائيل. ولا مسيره. ده الامريكان امبارح اللي قالوا الكلام ده. نعم. تمام. معلش معلش انا اسف. حضرتك بتتكلم طلعت من ايران، القواعد في العراق ضربت. بالوقت اللي كلنا بنتذكر انه بال67 الجيش الاسرائيلي لوحده واجه اقوى الجيوش العربيه، ب73 لوحده واجه اقوى الجيوش العربيه. اليوم ما في محور المقاومه، ومع ذلك هو يستعين بامريكا وبدول غربيه من اجل ان تؤمن له الحمايه، لانه عاجز عن حمايه نفسه. بدكم مؤشر ثاني؟ طيب اليوم في شمال فلسطين المحتلة الرادارات الإسرائيلية، القبة الحديدية الإسرائيلية، مقلع داوود، الأقمار الصناعية الأمريكية والإسرائيلية والغربية في قمة استنفارها. إلى أين تصل مسيرات المقاومة؟ اليوم إلى أين وصلت؟ إلى شرق مدينة عكا.
ما لازم في قمة الاستنفار العظيمة هاي أول ما تطل المسيرات في سماء جنوب لبنان يقوموا بإسقاطه. هاي في قمة الاستنفار. حرب اكتوبر يوم ما بعت البرقية بتاعتي للرئيس حافظ الأسد يوم 19 اكتوبر وقلت له وأنا بأنزف دما حوافق على وقف إطلاق النار لأن أمريكا بقى لها 10 أيام بتحاربني، وأنا بنزف دما نص البرقية حوافق بعد إيه؟ بعد ما رفضت وقف إطلاق النار 5 مرات، 3 مرات من الاتحاد السوفيتي، مرة للسفير البريطاني لما صحاني في الفجر يوم 13، الخمسة لما جاء رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي كاسيجين الى مصر وقعد 4 ايام عشان يقنعني بوقف اطلاق النار. كل هذا رفضته، ولكن يوم 19 و10 ايام كاملة اواجه امريكا، انا مش مستعد زي ما قلت في رسالتي بتاعت يوم 19 للرئيس الاسد، مش مستعد ان اتحمل تاريخيا مسؤولية تدمير شعبي وتدمير قواتي المسلحة مرة اخرى. ووافقت على وقف اطلاق النار. انا كل اللي بطلبه وبقوله انه امريكا تحدد موقفها، لان ده بيترتب عليه موقف جديد خالص خالص. وبعدين السياسة لا ترسم والاستراتيجية لا توضع امام الميكروفونات. بس حاجه برضو هنا يا جماعه في حزب الله. حزب الله يا احمد لم يدخل المعركه. هيدخل ولا لا؟ لا مش هيدخل، حتى رغم الاغتيال اللي حصل النهارده. انسى صالح العروري وقاعد في لبنان وفي الضاحيه. انا بقول لك اهو لن يدخل. حزب الله بينكش بس. حزب الله بقى له 12 سنه ما دخلش اي عمليات. لن يرد على اللي حصل النهارده ولا هيرد. انا اهو احنا موجودين. بص ممكن يرد بطلقه بكره 2. لا بتكلم على زي 2006. لا مش هيدخل. مش هيدخل لان الاوامر من ايران. عارف ليه بقى؟ عارف ليه؟ إيه على فكرة ارضه. ايوه ده الاول مره يضربه يا عم من ده 2006 في الضاحيه. بلا 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 بس كلام. انا اهو وانت بكره اهو. لا هيضرب ضربتين 3 كده. لا بتكلم على لا مش هيدخل. مش هيدخل. حزب الله عنده امكانيات ممكن يبهدل اسرائيل بكره. نعم. عنده طيارات مسيره. نعم. عنده صواريخ بلاستيه. ده ما دخلش بقاله 13 سنه حرب. ده اعتداء على سياده لبنان. كلام بس. كلام. انا اهو وانت اهو لن يدخل. لان الاوامر جايه من مين؟ ده هيؤكد انه اسرائيل هتعمل عمليات تانية في لبنان، لان هو قال انا هستهدف وهضرب، وزي ما قال ضرب اهو نائب رئيس مكتب السياسي. بس اما نيجي نتنياهو عايز الامور تستمر. انما امريكا لا. مش معناه انه ممكن يوسع كده. لا يوسع. انما امريكا لا. امريكا لا رد. حضرتك تقصد انه حزب الله لن يرد. وانا اهو مسؤول قدامك اهو. لو رد في عمليات قتاليه بكره حسن نصر الله عنده كلمه ممكن يقولها ولا ما يقولهاش؟ انا كلمه هيقول بقى واحنا وهنضرب لا مش ممكن يعلن الحرب بكره. حرب مين؟ حضرتك بتقول انا موجود. انا موجود اهو. اتفضل يا فندم. خلاص. نعم. بيننا وبين بعض بكره. نعم. خلاص. ما هو قال الخير الكلمه اللي فاتت. نعم. وكلنا قلنا يا ريته ما كان اتكلم. نعم. فاكر ولا لا؟ نعم صحيح. كلنا قلنا كده. صحيح. وبكره كده هقول نفس الكلام. نفس الكلمتين والمقاومه وهنستمر. نعم. ولا نريد ان ندمر لبنان. القصتين اكتبهم لك دلوقتي وتسمعهم بكره. صالح العروري بيقول انه ده قريب جدا من حسن نصر الله. يا سيدي ده لو كان ابنه مش هيعمل حاجه. احنا بينا وبين بعض بكره. اتفضل يا فندم. ماشي. اللي بعده. خلاص. ايه اللي بعده؟ ليس مطلوبا من ايران ان تدخل قتالا دائما. واضيف لانه البعض بيناقش بسوريا، وليس مطلوبا من سوريا ان تدخل في القتال
أنا أقول للإسرائيليين في عندكم عدد من الأهداف، وعدد مش كبير، مش محتاجين لعدد كبير من الأهداف، ويمكن أن يطال بعدد من الصواريخ الدقيقة النقطوية، وأيضا عدد قليل من الصواريخ، لا نحتاج إلى عدد كبير، وهذه الصواريخ موجودة لدينا. ضرب هذه الأهداف بصواريخ قليلة سيحول، وما حأحكي لها أسماء، سيحول حياة مئات الآلاف من الصهاينة إلى جحيم حقيقي. يمكن الحديث عن عشرات آلاف القتلى، مش عن 300 قتيل و400 قتيل و500 قتيل. أنا اليوم في يوم القدس 2012 أقول للإسرائيليين هذه الأهداف عنا إياها وإحداثيتها موجودة عنا، وهي الصواريخ محطوطة ومنصوبة ومركزة على هذه الأهداف وفي سرية ممتازة جدا. ونحن في أي مرحلة من مراحل العدوان على بلدنا إذا اضطررنا لاستخدام أو لاستهداف هذا النوع من الأهداف من أجل حماية شعبنا وبلدنا لن نتردد.